عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت أخصائي تخاطب أو عندك مركز أو مدير مركز لتأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة أو مدير حضانة، عشان أنت لو ما عندكش برنامج أو منهج علمي وعملي تمشي عليه في شغلك مع الطفل أو تمشي عليه في الشغل في المركز أو الحضانة بتاعتك، يبقى أنت كده بتعمل كارثة في حق نفسك وفي حق الطفل اللي أنت شغال معاه. ولو أنت أم وعايزة تجيبي نتيجة سريعة مع ابنك، ولو أنت باحث ماجستير أو دكتوراه في مجال التربية الخاصة أو في مجال علوم الإعاقة وعاوز تجيب نتيجة سريعة من العينة بتاعتك، أنا بقدم لك برنامجين. البرنامج الأول وهو البرنامج المصري للغة والتخاطب، البرنامج الثاني وهو البرنامج المصري لتعليم مهارات القراءة والكتابة. برنامجين هيحققوا لك نتائج فعلية وسريعة مع الحالات اللي أنت شغال معاها. رقم واحد، البرنامج المصري للغة والتخاطب برنامج تم إعداده خصيصا لتأهيل الأطفال العاديين وذوي الاحتياجات الخاصة لغويا، يعني برنامج خاص بالتخاطب وبتنمية المهارات. أي طفل عندك محتاج تخاطب تقدر تشتغل معاه بالبرنامج المصري للغة والتخاطب. البرنامج المصري للغة والتخاطب يتكون من رقم واحد، كتاب الشرح، شارحين فيه كل خطوات البرنامج بالترتيب، بداية من مهارات ما قبل اللغة اللي هي الانتباه المبدئي والتواصل البصري، التقليد وتقليد الحركات الفمية، إطاعة الأوامر وتنفيذ الأوامر، تدريبات التركيز والانتباه المتقدم. بعد كده هندخل على المهارات اللغوية. هتبدأ معانا في أول حاجة مجموعات الضمنية، كروت الأصوات، والكروت الأصوات دي هندرب الطفل من خلالها يقلد الأصوات اللي موجودة في البيئة. بعد كده كروت كلمة من مقطع واحد، بعد كده كروت كلمة من مقطعين، بعد كده كروت كلمة من 3 و4 مقاطع. بعد كده نخش على كتاب جملة من كلمتين، وده هندرب الطفل فيه ينطق جملة من كلمتين، جملة فيها فعل وجملة فيها اسم. بعد كده هندرب الطفل على نطق جملة من 3 كلمات. يبدأ الطفل يتعرف على الضمائر، يتعرف على الأفعال، يتعرف على الصفات، يتعرف على كيفية ترتيب الكلمات في الجملة. بعد كده ندخل على مرحلة الوصف. هنعلم الطفل ازاي يوصف موقف، ازاي يستخدم زمن الفعل، ازاي يفرق بين المذكر والمؤنث، ازاي يفرق بين المفرد والجمع. بعد كده ندخل على مرحلة حكاية قصة، حوالي 20 قصة. الهدف الأساسي منها إن الطفل يعرف يدير حوار، يبدأ حوار، يكمل حوار، ينهي حوار، وبنراجع فيها بقى زمن الفعل والتعرف على المذكر والمؤنث والتعرف على الصفات، التعرف على الأفعال إلى آخره. نخلص مرحلة القصص، هتلاقي في آخر كتاب القصص مجموعة من الأسئلة الكتير اللي هتنمي عندك الانتباه السمعي والانتباه البصري والذاكرة السمعية والذاكرة البصرية للطفل اللي انت شغال معاه. هنخلص القصص نخش على المواد الخام، عبارة عن كمية كبيرة من المعلومات العامة بصورة بسيطة هندرب الطفل من خلالها ازاي يتعرف على المادة الخام الموجودة في البيئة، اصل القماش ايه، اصل الدقيق ايه، اصل كل حاجة موجودة في البيئة. وفي نهايتها مجموعة من الاسئلة الكتير اللي هتزود الحصيلة اللغوية وهتنمي المهارات المعرفية. بعد المواد الخام ندخل على الوظائف. هنعرف الطفل كل الوظائف اللي هتقابله في البيئة، هنعرف الطفل كل المساعدين بتوع الوظائف اللي موجودين في البيئة، كل الادوات اللي بيستخدموها الناس دي في الوظائف بتاعتها، اماكن الوظائف دي فين، يعني النجار في الورشة بتاعته، الدكتور في المستشفى بتاعته، من وظائف وادوات واماكن. ونخش على المعكوسات. هندرب الطفل بقى هنا على المفاضلة، الطفل يقارن بين كبير وصغير، طويل وقصير، تخين ورفيع، اطول من واقصر من، اتخن من وارفع من، الى اخره من مقارنات هتنمي مهارات التفكير عند الطفل. ندخل على الالوان والاشكال الهندسيه. عرف الطفل الالوان الاساسيه اللي حواليه في البيئه، لون احمر زي ايه، طب التفاح لونه ايه، طيب تفاح احمر زي ايه. دربه على الالوان الاساسيه. علم الطفل ازاي ينقل الرسومات، ازاي يلون. بعد كده نفس القصه هنلعبها مع الاشكال الهندسيه الاساسيه. المرحله اللي قبل الاخيره هنا بقى هي مرحله العلاقات، والعلاقات دي فيها حاجتين. اول حاجه اللي احنا هنراجع على كل التدريبات اللي فاتت في البرنامج المصري للغه والتخاطب. تاني حاجه هنعلم الطفل الربط بين الاشياء، ايه الاختلاف بين الكلب والقطه، طب ايه الشبه بين الكلب والقطه. حوالي 30 درس اغلب المجموعات الضمنيه وبنوصفهم وبنعرف الطفل على كل تفاصيلهم. وفي اخر ال 30 درس مجموعه كبيره جدا من الاسئله بنعلمه المقارنه بين الاشياء وبعضها وبعض، سواء المقارنه بين الفاكهه، انواع الفاكهه بعضها وبعض، او بين الفاكهه والخضار، انواع الحيوانات بعضها وبعض، او بين المفترس والاليف، الى اخره من مقارنات
الهدف منها تنميه كل المهارات اللي اتدربنا عليها. اخر حاجه خالص في البرنامج المصري للغه والتخاطب هي السخافات، واغلبنا عارف ان الهدف من السخافات هو تدريب الطفل على التفكير المنطقي. انت لو وصلت مع الطفل لمرحله السخافات وبقى يعرف يطلع ايه الوحش هنا، ايه الحلو هنا، ايه الصح هنا، ايه الغلط هنا، ايه الاختلاف هنا، يبقى الطفل هنا وصل لاخر المرحله اللغويه. البرنامج المصري للغه والتخاطب تم تطبيقه على 18,000 طفل من العاديين وذوي الاحتياجات الخاصه بمختلف اعاقاتهم. قام بتطبيقه 240 اخصائي على 40 مركز متوزعين على محافظات الجمهوريه المختلفه. تم تحكيمه عن طريق 60 محكم ما بين اساتذه جامعات اطباء واساتذه جامعات تربويين واخصائيين ومديرين مراكز عاملين في مجال التربيه الخاصه داخل وخارج مصر. والبرنامج تم استخدامه في اكثر من رساله ماجستير ودكتوراه في مصر والوطن العربي، وحقق نتائج هائله مع الاطفال والاخصائيين اللي شغالين بيه. وده كان البرنامج الاول وهو البرنامج المصري للغه والتخاطب. البرنامج الثاني اللي ينفع نستخدمه في الحضانات او في المراكز او في المدارس او في رياض الاطفال، او لو اخصائي بيشتغل برايفت او بيشتغل تاسيس او معلمه شغاله تاسيس تقدر تستعين بيه، وهو البرنامج المصري. البرنامج ده تم تطبيقه على نفس العينه اللي هي 18,000 طفل اللي طبقوا نفس الاخصائيين. البرنامج المصري هتلاقيه متقسم معاك لفصول، بدايه من انت ازاي تعلم الطفل اللي هو يمسك الورقه والقلم. طيب الطفل لو عارف يمسك الورقه والقلم، خش على المرحله اللي بعديها درب الطفل على الحروف اللي هو يقرا ويكتب الحروف بس بالترتيب بتاعنا. احنا رتبنا الحروف ترتيب ما نخليش الطفل يتلخبط بين الحروف المتشابهه، ومنديك تدريبات وانشطه كتير عشان تثبت الحروف دي في الذاكره بتاعت الطفل. تخش على المرحله اللي بعديها درب الطفل على الفتحه ازاي، تدرب الطفل على كتابه وقراءه الحروف بالفتحه ازاي. خش على المرحله اللي بعديها مرحله الكسره، هتدرب الطفل على قراءه وكتابه الحروف بالكسره، هتدرب الطفل على قراءه وكتابه الكلمات فيها حروف كسره، ومديك امثله كتير ومديك انشطه كتير عشان تجرب وتطبق مع الطفل براحتك. خش على المرحله اللي بعديها ازاي تدرب الطفل على قراءه وكتابه الحروف بالضم، بعد كده قراءه وكتابه كلمات فيها ضم وفتح وكسر. هنعمل تدريبات وانشطه للطفل في مرحله الضمه دي، هتغير مكان الحرف في الكلمه فتزود الحصيله المعرفيه للطفل، وبالتالي الطفل عمره ما هينسى المهاره دي. بعد الضم هتدرب الطفل على الكلمات اللي فيها فتحه وفيها كسره وفيها ضمه مع بعض، وزي ما اتفقنا في التدريب اللي فات هفضل كل شويه اغير له اماكن الحركات ومديك امثله كتير عشان تقدر تتاكد ان الطفل اتقن الهدف. بعد الضمه هنخش على السكون. السكون حرف، السكون فين؟ السكون كلمه، بعد كده كلمه سكون فيها حرف الالف واللام. الطفل بقى حلو معاك في السكون، خلص التدريبات والانشطه كلها معاك، تخش على المد بالالف، تخش على المد باليه، تخش على المد بالواو، حروف بعدين كلمات. خلاص اتاكدت ان الطفل بقى يعرف يكتب معاك كلمه فيها الف ولام وفيها كل الحركات، الفتحه والكسره والضمه والسكون والمدود. تبدا تخش على كلمه فيها مدين. الطفل اتقن المهاره دي، ابدا درب الطفل على قراءه وكتابه جمله من كلمتين، جمله من 3 كلمات. في المرحله بتاع الجمله من 3 كلمات دي هتبدا تدرب الطفل على الهمزات المختلفه. امتى الهمزه تبقى على نبره، امتى الهمزه تبقى على سطر، امتى الهمزه تبقى على اليه، امتى الهمزه تبقى على الواو، الى اخره من الامثله على الهمزات المختلفه. درب الطفل على التنوين، درب الطفل على الشده. خلاص الطفل اتدرب على كل الحركات، ابدا اديله دروس وقصص وقطع يقراها ويكتبها باللهجه العاميه، حوالي 20-30 درس الطفل يتقنها، فيها صور فيها رسومات تشد انتباه الطفل. الطفل اكتسب معاك مهاره القراءه والكتابه بالطلاقه. ادخل على المرحله الاخيره وهي مرحله ايه؟ قراءه وكتابه الدروس باللغه العربيه الفصحى. الطفل بقى يبدا يتدرب على كتابه الكلمات والحروف والقطع بطلاقه، وهو البرنامج المصري لتعليم مهارات القراءه والكتابه. معلومه اخيره، لو انت خلصت معايا برنامج التخاطب اديله قطع صغيره من قصار الصور، قرر وراك قصار الصور وامشي معاه مفيش مشكله لحد الصور الكبيره. هتلاقي الطفل اكتسب معاك مهاره لغويه كويسه. او خلص البرنامج المصري لتعليم مهارات القراءه والكتابه، هتبدا تدي الطفل قصار الصور بس مش نطق، قرايه وكتابه واملاء. يبقى انت كده ضمنت ان الطفل عمره ما هينسى القراءه والكتابه تاني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.